الانشاءات اللي في المصنع والعقارات بتاع المصانع ما عليها الزكاة. عنده 20 تاكسي و300 عربية ميكروباص ما عليهمش زكاة، الزكاة على دخلهم اذا كان موجود عنده فلوس. يبقى الزكاة على لا تقوم الاصول، وانما على السيولة، على المال المكنوز، المال المكتنز. يبقى ده النصاب. 2 من شروط الزكاة ايضا الملك التام. فلا زكاة في مثلا حصة المضارب قبل القسمة. يعني في مال على الشيوع ما عليش زكاة علي انا شخصيا الا لما يقسم لي ويبقى ده نصيبي، فلوسي ملكها. فلذلك لا زكاة على ان انا علي فلوس لحد والفلوس معايا، فيبقى اقول ان الفلوس دي مش بتاعتي لانها علي هدفعها. لا، ادم في ايدك يبقى عليك الزكاة، عليها الزكاة. ليا فلوس عند ناس هي ملكك، عليك الزكاة. ايضا تمام الحول ان يعدي عليها سنة كاملة، سنة هجرية من المحرم للمحرم. وخلي بالكم ان السنة الهجرية بتفرق عن السنة الميلادية حوالي 11 يوم كل سنة بتفرق. فلذلك احسب زكاتك على السنة الهجرية. فيما تجب الزكاة، تجب على النقدين الذهب والفضة. 2 تجب على عروض التجارة. 3 تجب على الخارج من الارض من الحبوب والثمار. 4 تجب على السائمة من بهيمة الانعام. السائمة من بهيمة الانعام. لكل صنف من الاصناف الاربعة نصاب محدود، حددنا النصاب المحدود. ايضا لا يفوتنا ان نذكر في الزكاة الحلي التي تتحلى بها المرأة من الذهب والفضة، وخصوصا اذا بلغت النصاب. والدليل على هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بيد امرأة سوارين من ذهب فقال لها اتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت هما لله ولرسوله. فقال صلى الله عليه وسلم ما بلغ ان يزكى فزكي فليس بكنز. هل تسقط الزكاة عن المديون او عن الميت؟ الصحيح من الاقوال العلماء ان الدين لا يمنع الزكاة. يعني واحد معاه 1,000,000 جنيه وعليه 10 مليون، عليه 100 مليون، عليه 1000 مليون، بس هو معاه 1,000,000 في ايده. بلاش معاه 1,000,000، معاه 10,000، معاه 2000 جنيه، يطلع زكاتهم حتى لو كان مديون. يطلع زكاة اللي في ايده اللي يملكه. طب من مات وعليه زكاة، واحد ما كانش بيزكي، راجل طيب وعنده فلوس كتير ولكن ما كانش بيزكي، ما كانش بيطلع زكاة مال. زي ما قلنا كده ان في ناس كتير النهاردة ما بيطلعوش زكاة اموالهم، وانما يروح البلد في العيد ولا في غيره يرش قرشين على حبايبه وقرايبه ويقول انا كده طلعت الزكاة. اي زكاة عن فلوسنا؟ ما ينفعش. لازم احسب انا عندي فلوس كام وعدى عليها الحول ولا ما عداش واطلع زكاتها 2.5% تحديدا. واجي لو زودت انت حر. واحد مات ومعليش الزكاة، يجب اخراج زكاة المال قبل دفنه، قبل قسمة تركته. اذنوا او لم يأذنوا، بدون اذنهم ده حق ربنا. الزكاة حق الله. فايضا من آدابها انه لا تجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها. واحد عم فاتح مصنع وعنده مدير بياخد له 2000 3 4000 جنيه في الشهر ويديله من الزكاة ويطلعها على صفة انها حوافز، او قبل رمضان وقبل العيد الكبير وفي موسم مناسبة المدارس يدي الناس اللي شغالين عنده من الزكاة. دي محاباة، كده بيجامل على حساب ربنا. ولا ان يجلب الانسان لنفسه بها نفعا ولا ضرا، او يدفع بها ضرا، ولا ان يقي بها غائلة يدفع بها عن ماله او يدفع عن نفسه مذمة. هي دي قضية الاخلاص في الزكاة. فينبغي على الانسان ان هو ما يجاملش بالزكاة. يعني مثلا واحد يقول لك عليا ضرائب، ادفع الزكاة للضرائب؟ ينفع الكلام ده؟ جت عليا غرامات، ادفع الغرامات دي من الزكاة؟
لا يجوز. انما الصدقات للفقراء، ولا ما ينفعش تحطها في المساجد، ما ينفعش تديها للمستشفيات، ما ينفعش تجيب بيها علاج للمرضى. ليه؟ من شروط صحة الزكاة تمكين الفقير من عين المزكى عنه. وايضا من الاصل في الزكاة عدم نقل الزكاة من بلد لاخر. يعني ما ينفعش ان نبعتها لبلد تاني الا اذا اكتفى فقراء هذا البلد. مصارف الزكاة 8: الفقير، 2 المسكين، 3 العاملين عليها، 4 المؤلفة قلوبهم، 5 الغارمين، 6 في سبيل الله، 7 ابن السبيل، 8 المكاتبون. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، دي اللي فاتتنا، والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. 8 لا تجزي دفع الزكاة للكافر ولا للرقيق ولا للغني لذي مرة قوي يستطيع الكسب والعمل، ولا لمن تلزمه نفقته من الفروع والأصول. يعني أبوه جده وإن علا، وابنه وبنته وإن نزل، وابن ابنه وابن بنته وإن سفل، ولا للزوجة ولا للزوج. وأيضا تكون الزكاة في الأقربين أولى، بشرط أن يكونوا فقراء ويقبلوا الزكاة. ده تلخيص سريع لموضوع الزكاة بعد أن فصلنا في 4 حلقات متواصلة في اللقاء الماضي، وندخل في موضوع الليلة